وكالعادة يا صديقي مش محتاج أقول لك إنك لو ما صليتش أي فرض من فروض ربنا النهاردة فقوم صلي دلوقتي حالا قبل ما تتفرج على الفيديو ده، لأن الصلاة أهم مني ومن الفيديو ومن أي حاجة في الدنيا. بعد انتشار وباء الطاعون يا صديقي، في إشاعة انتشرت أكتر من الوباء، وهي إن في وحش مفترس موجود في جبل في المدينة اللي الشعب ده عايش فيها. فيا ترى هل دي إشاعة فعلا ولا حقيقة؟ ولو حقيقة يا ترى الوحش ده ممكن يعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه في فيلم النهارده يا صديقي. فلو شايف جاهز طب صلى على النبي ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا يا صديقي في مملكة جوسون الكورية سنة 1506 ميلاديا. وقتها كان بيحكم المملكة الملك يونسان، ولكن مجموعة من الوزراء انقلبوا عليه وشالوه من الحكم، وأصبح جينج جونج هو الملك الجديد للمملكة. الوقت ده انتشر وباء اسمه الطاعون، والملك جونج واجه الوباء بإعدام الشعب عاطل مع باطل يا صديقي، يعني مصاب غير مصاب كانوا بيخلصوا عليه حرفيا. وقتها خلصوا على ست معاها بنت صغيرة، والبنت قعدت تعيط على أمها، فالبنت صعبت على واحد من الجنود فقام واخد البنت ومشي بيها. بعد مرور بقى 22 سنة كاملين على حكم جونج، بدأ ينتشر كلام بين الناس إن في وحش عايش في جبل اسمه إين وانج، وإن الوحش ده بيفترس البشر. فالملك جونج اجتمع مع الوزراء وسألهم ايه مصدر الإشاعة دي، ووجه كلامه لسيم وون رئيس الوزراء وقال له حضرتك اللي نشرت الإشاعة دي عشان تقلب الشعب عليا واتشال من الحكم خالص، صح؟ سيم وون قال له انا قبل كده انقلبت على يونسان ودعمتك عشان بلدي تعيش في امان، حاليا شايف الشعب في خطر وانت لازم تبقى حكيم وتتحرك. على كل حال جونج قال له هبعت خبير من عندي للجبل عشان نتأكد اذا موضوع الوحش ده صح ولا اشاعة. حاليا بقى بنروح لقرية صغيرة يا صديقي بعيد عن المدينة خالص. بيظهر معانا يون وبنته ميونج واخوه سونج. طبعا ما تركزش في الاسامي كعادة اي فيلم كوري ياباني بقوله لك، مش عايزك تركز في الاسامي او ركز في الشخصية عشان ما تلخبطش. المهم يا صديقي في المجمل يعني يون وسونج وميونج صيادين بيطلعوا كل يوم في البرية عشان يصطادوا حيوانات واسماك وكده يعني. بنلاحظ بقى انهم عايشين في سعادة وبيحبوا بعض جدا. وبعد يوم طويل من الصيد رجعوا البيت يجهزوا الاكل، وميونج طلعت بره تقطف شوية زرع، فشافت الجندي هور بيحوم حوالين البيت، فوجهت سهمها للهور ده وسألته انت عايز مين؟ قال لها انا عايز الحارس الملكي يون. قالت له بس ابويا يون مش حارس ملكي ولا حاجه. ساعتها خرج يون وسونج من البيت. اول لما الجندي شافهم قال لها هو ده الحارس الملكي. وقتها دخل عليهم الملك الجونج والحرس بتوعه، واول لما يون وسونج شافوا الملك انحنوا قدامه. حاليا بقى جونج قاعد مع يون وسأله هي دي البنت. وبنرجع يا صديقي بقى فلاش باك لوقت انتشار وباء الطاعون. نعرف ان الجندي اللي اخد البنت الصغيره اللي كانت بتعيط كان يون. وقتها سيم وون قعد يحرض الملك على يون وقال له كسر كلامك ورجع بالطفلة واكيد الوباء هينتشر. فيون قال له الوباء بينتشر لو قربت من المريض، وادي البنت قريبة مني اهي وما حصلش اي حاجة لانها مش مريضة اساسا. على كل حال سيم وون حرض الحرس يخلصوا على يون وميونج، ولكن سونج توسل لجونج وقال له اعفى عنه، ده طول عمره بيخدمك. فجونج عفى عن يون ولكن قال له ابعد من هنا ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. فبناء عليه يون اخد ميونج وسونج وقعدوا في قرية بعيدة عن المدينة. نرجع بقى صديقي للوقت الحالي. جونج بدأ يحكي ليون انه وقت الوباء اتفق هو وتشو وزير العدل انهم يتخلصوا من الفاسدين في السلطة، ولكن الفاسدين نشروا اشاعة الوباء عشان يعني يهددوا استقرار البلد وبدأوا يخلصوا على الشعب، وحصل حرب اهلية بين مؤيد ومعارض. قال له وقتها انا كنت مصدقك ان مش كل الناس اتصابت بالوباء، بس لو كنت سبتك في البلد كانوا يخلصوا عليك، ومش بعيد لو عرضتهم كانوا خلصوا عليا انا كمان. حاليا بقى بيكرروا نفس القصة ونشروا اشاعة جديدة ان في وحش عايش في الجبل، وانا محتاج مساعدتك في كشف الموضوع ده اذا كان فعلا حقيقي ولا مجرد اشاعة عشان يقلبوا بيها الدنيا عليا. وقام مديله السيف بتاعه عشان يقوم بالمهمة دي. على بالليل بقى بنشوف يون قاعد يفكر في كلام جونج وهل يقبل المهمة دي ولا يكبر دماغه. وعلى تاني يوم الصبح يون أخد قرار إنه ينزل المدينة عشان يبدأ المهمة زي ما جونج طلب منه. عامة سونج حاول يمنعه، هو قال له الوضع في المدينة مش مستقر ولو رجعنا هنجيب لنفسنا المشاكل، ولكن يون تجاهل كلامه تماما وصمم على قراره. على كل حال سونج وميونج ويون جهزوا نفسهم وأخدوا بعضهم ومشوا. الجانب التاني بنشوف قبيلة كده قاعدين في الغابة بيعملوا طقوس دينية. وقتها جت رياح قوية جدا طيرتهم من على الأرض وخلصت عليهم. في الوقت ده بنشوف بنت صغيرة موجودة في المكان كانت بتسرق أكل، وشافت القبيلة وهي بتموت.
على اخر اليوم بقى بنشوف شويه تجار ماشيين في نفس الغابه دي، والدنيا كانت بتمطر، وكانوا بيقولوا لبعض ان الوحش بيظهر وقت المطر. فواحد منهم قال بطلوا تخريف يا جماعه وامشوا وانتوا ساكتين. المشكله بقى اننا بنسمع صوت وحش فعلا واقف بيراقبه من بعيد، بس الجماعه ما خدوش بالهم منه. تاني يوم الصبح يون وسونج وميونج وصلوا المدينه ودخلوا مطعم كده عشان ياكلوا. ساعتها وصل الجندي هور وبلغ يون ان حصل مجزره القبيله عايشه في الغابه. وسريعا كده هور اخد الجماعه وراحوا مكان الحادثه، والغريب بقى انهم بيلاقوا اثار حبال على ايدين ورجلين ورقاب الضحايا. عامة يون سأل هور إذا كان في شاهد على الحادثة دي ولا لأ، فهور جاب البنت اللي شافت القبيلة وهي بتموت. فيون سألها شفت إيه يا بنت الناس؟ قالت له شفت الوحش بيخلص عليهم. على كل حال يون ما صدقش الكلام ده وبدأ يراقبها هو وسونج، وبالفعل شاف شخص ملثم جه قابل البنت واداها شوية أكل. فيون مش ورا البنت وسونج مش ورا الشخص ده عشان يراقبه، ولكن الشخص ده صديقي ركب حصان وجري بسرعة قبل ما سونج يعرف هو مين. بالنسبه ليون فراح للبنت وسالها انت كدبت ليه؟ قالت له عشان الشخص ده وعدني ان لو قلت اني شفت الوحش هيديني اكل. قال لها يعني ما شفتيش الوحش صح؟ قالت له صح. حاليا بقى يون اجتمع مع شباب وكلهم اجتمعوا على راي واحد ان في ناس بترتكب الجرائم دي وينسبوها للوحش عشان يهددوا استقرار البلد. في الاثناء دي سمعوا الناس بتصرخ في الشارع، فخرجوا يشوفوا في ايه، واتفاجئوا ان واحد من التجار اللي كانوا في الغابه اللي امبارح مصاب اصابات شديده وعنده تقرحات في جسمه. فيون ساله مين عمل فيك كده؟ الراجل قال له الوحش. طب شفته يا عم الحاج؟ ما ردش عليه ومات في لحظتها. فيون طلب من هور وميونج ياخدوا جثته ويفحصوها، وبالفعل الشباب اخدوا الجثه وميونج بدات تفحص التقرحات اللي في جسمه. فهور قال لها مش خايفه من الجثه؟ قالت له لا ابدا، انا اصلا كان حلم حياتي ان انزل المدينه وادرس الطب. على كل حال ميونج طلبت من هور انه يجيب لها فار عشان تحقنه بدم المتوفي عشان تعمل عليه اختبار كده. على الجانب التاني يون وسونج راحوا الغابه عشان يعملوا تحرياتهم، فبيلاقوا باقي التجار اموات، منهم اللي عنده تقرحات ومنهم اللي نص جسمه طاير بفعل البشر. فسريعا كده يون رجع للملك جونج واستعرض قدامه جثث الموتى وقال له في منهم اللي مات بايد بشريه وفي منهم اللي انتقل له عدوى خلصت عليه، حتى حقنا فار بدم المصاب والفار اتنقلت له العدوى ومات في خلال 12 ساعه. فجونج قال له تقصد ان الوحش بينقل للناس العدوى ولا حكايه الوحش دي خدعه عشان يقلبوا الدنيا ويشيلوني من منصبي؟ قال له اتقل بس قريب قوي هنكتشف اذا كانت مؤامره حضره الملك ولا لا. بعدها الملك جونج اجتمع بالوزراء، اقترح عليهم يبعت فريق من جيش الدفاع الجبل عشان يبحثوا عن الوحش المفترس، ولو موجود فعلا يخلصوا عليه في اسرع وقت. فسيم وون اعترض وقال له عايز ضباط الجيش يسيبوا الحدود والحرب مع اليابان عشان يروحوا يفتشوا على وحش راجل، واقترح عليه فرقة قتالية اسمها فرسان النمور عشان تروح تبحث عن الوحش. بالمناسبة يا صديقي فرسان النمور دول تحت سيطرة سيم وون، فبالتالي هو عايزهم يروحوا لوحدهم لأنهم هينفذوا المخطط بتاعه وكتبته ما تتفضحش. على كل حال جونج وافق على اقتراح سيم وون، ولكن كان عامل له مفاجأة ما تخطرش على باله، وهي إن يون هيبقى قائد فرسان النمور وهيبحثوا عن الوحش تحت قيادته هو. عامة الفرسان كانوا 100 شخص وسيم وون اقترح عليهم انهم ياخدوا شباب من المتطوعين معاهم. فيون قال له تمام اجمع لي المتطوعين عشان نجهز. فسيم وون نشر جنوده في المدينة ياخدوا شباب من عامة الشعب بالقوة عشان يطلعوا المهمة دي، وده معناه انهم مش متطوعين ولا حاجة، والافعال دي بتخلي الشعب ينقلب على الملك اكتر واكتر لانه بيفتري وبيظلم. عموما يعني الجنود جمعوا المتطوعين في طابور قدام يون، فيون لاحظ ان فيهم اطفال شيوخ وسالهم انتوا ازاي متطوعين يا جدعان؟ قالوا له الجنود هددونا لو ما اتطوعناش هيمنعونا من الزراعه ويخربوا بيتنا. على كل حال طبعا يوم مشى الاطفال ووعدهم ان مفيش حد هيأذيهم، وفي وسط الطابور بيقفش ميونج واكتشف انها عايزه تساعده في المهمه. ساعتها وصل الوزير سيم وون وبدا يضايق يون بالكلام وقال له احنا لمينا كل رجاله المدينه عشان يساعدوك، يا ريت المهمه تنجح بقى لانك لو فشلت موقف الملك هيبقى صعب قدام الشعب. على كل حال يون استعد هو والفريق وانطلقوا في الغابه للبحث عن الوحش المفترس ده، وبالفعل مشوا مسافه طويله جدا يا صديقي في الغابه ولكن ما لقوش حاجه. على كل حال سونج قال للجماعه ان خلاص الدنيا هتليل لازم يباتوا هنا عشان يرتاحوا. فقائد فرسان النمور جين يونج قال لهم محدش هينام لان الوحش بيظهر بالليل. في المجمل يعني اختلفوا مع بعض في الرأي، فيون اتدخل وقال لجين هنقسم نفسنا مجموعات، انتوا في الاتجاه ده واحنا من الاتجاه ده، واللي يلاقي الوحش يطلق شعلة نار عشان يبلغ الطرف التاني. على الجانب التاني بقى بنشوف سيم وون قاعد يرازي في جونج ويقول له هو حاسس ان رجالتك هيفشلوا والوحش هيخلص عليهم. قال له مش لو كان في وحش اساسا. فسأله هو انت شاكك اني ورا الاشاعة دي؟
قال له بصراحة اكدب عليك يعني. بنرجع تاني ليون يا صديقي وبنشوفه هو والمجموعة اللي معاه وصلوا لنفس المكان اللي الجنود خلصوا فيه على معظم الشعب وقت وباء الطاعون. عامة يون بيلاقي آثار دم في المكان ده، فوقف عند طرف الجبل وبص على المنحدر وقرر إنه ينزل بالحبال جايز يلاقي حل للغز تحت. في الأثناء دي بنشوف جين يونج والجنود اللي معاه بدأوا يهاجموا المتطوعين من غير رحمة، وللأسف خلصوا عليهم. وبعدها جين أطلق شعلة النار عشان يوهم يون إنه لقى الوحش، وفي لحظتها جزء من جيش الفرسان هجم على يون ورجالته بالسيوف والسهام، ودارت المعركة يا صديقي، والجماعة نزلوا طحن في بعض، وفي النهاية يون ورجالته خلصوا عليهم. ساعتها يون قال لميونج وهور انهم يروحوا يبلغوا الملك بالخيانه اللي حصلت، واستنى هو وسونج عشان يفتشوا على جين عشان يخلصوا عليه. ولكن جين وجنوده اصطادوهم وحبسوهم جوه الشبك، وقال لهم على فكره مفيش وحش ولا حاجه، واللي دخل المدينه وخلص على الناس هو جيش فرسان النمور تحت قياده سيم وون عشان يقلب نظام الحكم ويستولى على منصب الملك. وبنكتشف انه قبض على ميونج وهور وربطهم بالحبال. على كل حال يون قال له خلاص لعبتكم انتهت وهخلص عليكم بنفسي. قال له انت مش هتقدر، انت ناسي لما انهينا مسيرتك في الجيش ايام الوباء. في اللحظه دي ميونج اتذكرت وقت ما القائد جين خلص على امها وهي عيله صغيره، ففضلت تصرخ وتقول له كلام سيء، فجين زقها هي وهور وقعوا من فوق الجبل، ولكن الحبل اتعلق في الصخور وما حصل لهمش اي حاجه. فجنود الفرسان بداوا يحدفوا عليهم سهام عشان يخلصوا عليهم. والمفاجاه بقى يا صديقي ان الوحش طلع حي وعايش في كهف اسفل الجبل، والسهام اللي انضربت صابته، فطلع بسرعه وغضب وهجم على الجنود، وحرفيا خلص على اكتر من نص جنود فرقه الفرسان. في الوقت ده جين اخذ الباقي من الجنود وهرب من المكان بسرعه. بالنسبه ليون وسونج فضلوا في مكانهم لحد ما الوحش بعد عنهم. وقتها طلعوا من المصيده ونزلوا من الجبل عشان يفتشوا على ميونج وهور، وبالفعل لقوهم وقعوا في الكهف وفاقدين الوعي، ففوقوهم كده عشان يرجعوا المدينه يبلغوا الملك. في الاثناء دي شافوا جثث ناس كتير في المكان كلهم مصابين بتقرحات زي التاجر المصاب، وفهموا ان الوحش نقل لهم عدوى. وقتها بيلاقوا راجل عجوز من المتطوعين موجود في المكان وقال لهم ادهنوا جسمكم بالماده اللزجه دي لانها بتمنع العدوى وهتمنع الوحش انه يشم ريحتكم. وعرفهم ان الوحش نظره ضعيف جدا ولكن حاسه الشم والسمع عنده قويه. على كل حال الجماعه دهنوا الماده اللزجه وجهزوا نفسهم عشان يخرجوا. المشكله بقى ان الوحش نزل الكهف، فبالتالي الجماعه ما عرفوش يتحركوا، واما حاولوا انهم يتحركوا الوحش لاحظ وجودهم وهاجمهم. فالجماعه فضلوا يجروا والوحش يجري وراهم لحد لما وصلوا نهايه الكهف وبهم وقعوا في النهر. على الجانب التاني بنشوف القائد جين وصل المدينه وبلغ سيمون ان الوحش موجود فعلا وخلص على نص الجنود. قال له يا ابني دي كدبه انا اخترعتها عشان اسقط حكم الملك. جين قال له وحياة ده انك الطويله دي الوحش موجود بجد. فرد عليه وقال له حلو قوي ده المطلوب، انتوا هتروحوا دلوقتي تولعوا في المدينه بحجه القضاء على الوباء اللي نشر الوحش، وبكده هوصل لهدفي برضه. فجين راح المدينه بالجنود المصابين عشان الناس تصدق ان الوحش موجود اولا، وثانيا هيبقى عنده حجه يولع في البيوت ويقضي على الناس. وبالفعل الجنود بدات تخرب وتحرق وتهدم، ويا عيني يا ليلي الناس اترعبوا جدا. في الوقت ده وصل خبر حرق المدينه للملك جونج، واتضايق جدا من تصرف سيم وون، يعني حتى لو الوحش موجود ما يولعش في المدينه يعني. عامه جونج طلب من الجندي يبلغ وحدات الدعم انها تطفي النار ويعمل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. على الناحيه التانيه بقى بنشوف يون والجماعه خرجوا من النهر ووصلوا لمحطات الصرف اللي بتكون مربوطه بمحطات الصرف الخاصه بقصر الملك، ولكن يوم ما كانش عارف يوصل للقصر من انهي اتجاه يعني. فالعجوز اللي معاهم كان عارف الطريق فاخدهم ومشوا منه لحد لما وصلوا القصر، وتحديدا كده في مكان اسفل القصر مليان اقفاص حيوانات. الراجل العجوز حكى لهم قصه المكان ده وقال لهم ان الملك السابق يونسان كان غاوي يجمع الوحوش النادره من جميع الفصائل والاشكال والالوان والاحجام، كان بيربيهم هنا، وان العجوز كان المسؤول عن رعايه الوحوش. وبعد سقوط الملك يونسان سيمون اقتحم المكان وامر جنوده انهم يخلصوا على كل الوحوش الا الوحش ده. كان وقتها صغير والعجوز هربه من محطات الصرف لانه بيحبه يعني، لكن وقتها الوحش اكل في سكته جثث ناس مريضه بوباء الطاعون فانتقلت له العدوى منهم. يعني يا صديقي المرض انتقل للوحش من خلال البشر مش العكس، فالبشر هم اللي كانوا مؤذيين مش الوحش. في الاثناء دي بنشوف الوحش هجم على المكان، فالعجوز طلب من الجماعه انهم يهربوا ووقف في القفص يستدرج الوحش. فالوحش دخل وراه، قام العجوز قافل الباب بتاع القفص عليه، فالوحش اكل العجوز حرفيا وكسر باب القفص وخرج. العجوز كان فاكر ان الوحش هيفتكره ولا ايه مش عارف. في الوقت ده بره على باب القصر بنشوف اهل المدينه عاملين وقفه احتجاج عشان بيوتهم اتحرقت يا صديقي. ساعتها وصل سيمون وقف وسطهم وامر الجنود انهم يحرقوا جثث المصابين منعا لتفشي العدوى، وكمان يقسموا الاكل بينهم وبين الشعب لحد لما الاوضاع تستقر. فالشعب فضل يشكره على جدعنته معاهم. طبعا سيمون عايز يكسب الشعب في صفه ويوجه غضبهم للملك،
بنرجع بقى ليون والجماعة وبنشوفهم يا صديقي خرجوا من السيرك القومي ده ووصلوا لقمة القصر بسلامة. وسريعا كده يون قابل الملك وبلغه ان الوحش موجود تحت القصر وانه مصاب بالوباء ولازم يجمع اكبر عدد ممكن من الجنود عشان يخلصوا عليه قبل ما الوباء ينتشر. في الاثناء دي سيمون اقتحم القصر وحاول يا صديقي انه يغتال جونج، وبالفعل جونج اتصاب بالرمح في كتفه، وهوب الجنود دخلت اقتحمت المكان والحرب قامت حرفيا يا صديقي. وجنود سيمون خلصوا على الحرس الملكي بالكامل. وبالنسبه لسيمون فقيد جونج ويون وبدأ بقى يزور الحقائق قدامهم وقال لهم انه فاهم الشعب ان يون خاين والملك عايز يخلص على الشعب عشان مصالحه الخاصة وانهم لازم يتعدموا بسبب خيانتهم. في الاثناء دي الوحش كسر الارض حرفيا يا صديقي، طلع من تحتها وبدأ يهاجم جنود الفرسان دول وخلص عليهم حرفيا. وقتها يون جونج هربوا من القاعة واستخبوا جنب جدران القصر. على كل حال الوحش خلص على الجنود جوه وخرج بره عشان يكمل على الباقي. ساعتها سيمون قعد يحمس الجنود الباقيين عشان يخلصوا عليه، وبالفعل الجنود اصطادوه اخيرا وربطوه بالحبال. كانوا عايزين يا صديقي ان هم يخلصوا عليه ولكن سيمون منعهم وقال لهم احنا هنطلقه في المدينه يرعب الناس الاول وبعد كده هخلص عليه بنفسي عشان يبان قدامهم ان انا بطل ومفيش من الاتنين. في الاثناء دي الوحش قطع الحبال وبدا يهاجم الجنود تاني. وقتها يون لقى شويه جنود من الحرس الملكي فقال لهم خدوا الملك خرجوه بره القصر حفاظا على حياته. بالنسبه بقى ليون فاجتمع مع سونج وهور وميونج وقال لهم احنا لازم ننزل الوحش في القفص تحت القصر ونخلص عليه بالمتفجرات. وطلب من ميونج انها تقفل بوابه القصر قبل خروج الوحش. فعلا يونج راحت تقفل البوابه ولكن سيمون منعها بالقوه، فميونج فضحته قدام الشعب وقالت ان هو السبب في الكوارث دي كلها، فبالتالي الشعب غضب عليه وهوب حدفوه جوه القصر مع الوحش وقفلوا البوابه بسرعه. طبعا الوحش كان في استقبال سيمون بدأ يهاجمه وفي النهايه يا صديقي اكله وخلصنا منه خالص. وقتها يون ضرب الوحش بسهم وبدأ يجري عشان يستدرج الوحش ويجري وراه لحد القفص. في الوقت ده كان سونج وهور جوه القفص بيجهزوا المتفجرات. المشكله بقى ان القائد جين كان لسه عايش وقعد يرازي فيهم وضربه من هنا على ضربه من هناك لحد لما ميونج وصلت ضربت جين سهم جابت اجله. اما على الجانب التاني بنشوف يون لسه بيستدرج الوحش واخيرا وصلوا القفص بالسلامه. وقتها الجماعه خرجوا وما تبقاش غير يون. فضل هو والوحش يطحنوا بعض شويه وفي النهايه ينفجر المكان وهو لسه جوه لانه ما عرفش يخرج. على تاني يوم الصبح ميونج وسونج وهور دخلوا يفتشوا على جثه يون وهم بيبكوا. في الاثناء دي الملك جونج دخل القصر هو وجنوده بدأوا يفتشوا على يون هم كمان. المفاجاه بقى انهم بيلاقوا تحت الانقاض لسه عايش وما صدقوش نفسهم من الفرحه. بعد الاحداث دي يون سونج ميونج هور كلهم انتقلوا من مدينه وراحوا عاشوا في مدينه تانية خالص. بعد مرور 3 سنين بنعرف ان ميونج وهور اتجوزوا، اما يون وسونج فقرروا يرجعوا مدينتهم تاني لانها وحشتهم، فودعوا ميونج وهور واتمنوا ليهم السعاده الدائمه واخدوا بعضهم ومشوا. لحد هنا انتهت الاحداث بتاعت الفيلم. طبعا يا صديقي بالنسبه لتقييم الفيلم فتقييمي ليه كان 6.5/10. الاداء التمثيلي كان عاجبني الصراحه كانش وحش. قصه الفيلم يعني مش وحشة خالص، يعني ممكن تكون مشابهة لأفلام تانية مع تغيير الطابع مثلا، يعني ممكن ما يبقاش وحش. ممكن الفكرة تكون في زومبي، وفي فيلم فعلا موجود على القناة كان برضو نفس الفكرة ولكن كان الموضوع كله زومبي. الصراحة يعني كان في برضو واحد خنزير زي سيم ووم برضو كده عايز يبقى الملك والكلام ده. فالافلام يعني ممكن يبقى فيه تشابه في القصص في افلام كوريا الجنوبية اللي ليها علاقة بالرعب، يعني من ناحية الزمن القديم والملوك والناس دي يعني. ولكن الفيلم كان حلو مش وحش. في 6.5/10 تقييمي ليه. قول لي عجبك ولا لا، واتمنى ان الفيديوهات الجايه تعجبك، واكتب لي تحت في التعليقات اي كومنت يا صديقي، اكتب لي اي حاجه انا هبقى مبسوط بيها. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام.